شايفه كل كميه الايس كريم دي عاملينها بمعلقتين من الكاكاو. تعالوا نوزنها. عملنا نص كيلو من ايس كريم الشوكولاته بالميه من غير لبن. بصوا القوام بيمط وكريمي، وهو ده القوام الصح بتاع الايس كريم. تعالوا نشوف ازاي من غير حليب وبابسط المكونات نعمل احلى ايس كريم شوكولاته، احلى من اللي بنجيبه جاهز 1000 مره. يلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هحتاج كوبايه ميه ساقعه قوي، اهم حاجه تكون ساقعه جدا. هحط عليها 5 معالق كبار من السكر، وهقلب السكر بتاعي كويس جدا عشان يدوب في الميه، علشان انا مستخدمه سكر حبيبات. بعد كده بنفس الكوبايه اللي عايرت بيها هحط كوبايه من الكريم الشانتيه الخام. الكوبايه دي وزنها 125 جرام بالظبط. هحط عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وابدا اضربهم كويس جدا لحد ما نوصل للقوام اللي انت هتشوفيه دلوقتي. اهم حاجه قلبي الاول قبل ما تشغلي المضرب، علشان لو شغلتي المضرب على طول هتلاقيها بهدلت الدنيا. تمام، نقلب المكونات كويس وبعد كده نشغل المضرب ونضربه لحد ما نوصل للقوام اللي انت شايفاه ده. ضربت تقريبا لمده 3 دقايق، وبعد كده هسيب الكريمه بتاعتي دي على جنب. جبت بقى قالب شوكولاته دارك، مش هستخدمه كله، هستخدم نصه بس، يعني استخدمت 100 جرام من الشوكولاته. هجيب طبق واحط فيه الشوكولاته اللي احنا قطعناها زي ما اتفقنا، 100 جرام من الشوكولاته. هنجيب ميه سخنه بتغلي ونحط فوقيها الطبق علشان نعمل حمام بخار للشوكولاته بتاعتنا ونسيحها. كل اللي بنعمله بنضيف على الشوكولاته بتاعتنا معلقه كبيره من الزيت. تمام، ونفضل سايبينها فوق الميه اللي بتطلع البخار دي، وهتسيح معاكي في ثواني. اهم حاجه مع التقليب المستمر وهتلاقيها ساحت معاكي وبقت بالجمال ده. شايفين ما شاء الله. عايزه اقول لكم 100 جرام شوكولاته دي اللي هتدي معانا المطه والطعم الاصلي للايس كريم الشوكولاته. هتحسي انك بتاكلي ايس كريم شوكولاته على اصله، ما كلتوش في اي حته ولا حتى الجاهز، هو احلى من الجاهز. ركزوا بقى كويس قوي في الخطوه دي، ما ينفعش ننزل بالشوكولاته مره واحده على الكريمه، علشان هيحصل حاجه من الاتنين، يا اما الشوكولاته هتقفش من سقوعيه الكريمه، يا اما الكريمه هتسيل من سخونيه الشوكولاته. فعشان تاخدي النتيجه المظبوطه تعملي زي ما عملت كده، معلقتين 2 من الكريمه وتقلبيهم مع الشوكولاته كويس جدا. شايفه القوام ده؟ هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده القوام الصح اللي احنا ننزل بيه على الكريمه علشان ناخد النتيجه المظبوطه. فالتركه دي مهمه جدا، خدوا بالكم. بعد كده هجيب المضرب تاني وابدا اضرب بقى الخليط بتاعي ده لمده دقيقه، علشان بقى اخد قوام الايس كريم الاصلي اللي فيه مطه وجميل بالشكل ده. هحط هنا اضافه اختياري معلقتين كبار من الشوكليت شيبس، وطبعا دي اختياري، بس لما احط الشوكليت شيبس هدي تقلبتين بساط جدا. بس كده. شايفين بسم الله ما شاء الله القوام عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ده القوام الصح للايس كريم، جربوه خطير. هتجيبي علبه بقى وتنزلي فيها بالايس كريم بتاعك وندخلها على الفريزر. هيقعد معاكي من 6 ساعات ل 12 ساعه على حسب سمك الايس كريم اللي انت حطاه في العلبه. يعني لو السمك في العلبه رقيق هياخد وقت اقل، لو العلبه زي ما شايفه كده مليانه وليها سمك عالي فده هياخد معاكي وقت اطول في الفريزر. تعالوا نشوف بقى بعد ما جمد معانا ونوزنه مع بعض. شايفين بسم الله ما شاء الله الكميه دي عملت لنا نص كيلو، بس عايزه اقول لك المعلقه منه بمقام علبه من اي نوع تاني. والله بسم الله ما شاء الله الشوكولاته فيه خطيره وطعمه رهيب، وكل اللي هيدوقه هيتجنن عليه. وفعلا المعلقه منه تعادل 3 علب. بصوا ما شاء الله خطير، جربوه. بس اهم حاجه بقى ما تنسوش اللايك الجميل من ايديكم. حطوا بقى اللايك الجميل طبعا فضلا وليس امرا، وما تنسيش تعلقي ولو بحرف علشان ده هيساعدك ان الفيديوهات توصل لك بعد كده. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.